فرصة جديدة يمكن يدل على فرصة كبيرة قادمة في حياتك، سواء كانت فرصة عمل، سفر، أو حتى تغيير إيجابي كبير في شخصيتك وحياتك العامة. الزواج هنا رمز للالتزام بشيء جديد ومفيد، تحقيق أمنية. إذا كنت تتمنين شيء بقوة، هالحلم ممكن يكون إشارة على قرب تحقيق هالأمنية، كأن القدر يجهز لك شيء حلو ما كنت تتوقعينه. للعزباء، بالنسبة للبنت العزباء، قد يكون هذا الحلم فعلاً مؤشراً على قرب ارتباط أو خطوبة من شخص صالح يحمل صفات جيدة، حتى لو ما تعرفينه حالياً، أو تغير إيجابي في حياتها العاطفية. بس بعض الأحيان هالحلم يجي كتحذير أو إنذار. لازم ننتبه للتفاصيل ومشاعرنا داخل الحلم. الخوف من المجهول. إذا كنت خايفة أو مرعوبة في الحلم، أو إذا كان الشخص المجهول شكله مخيف، فهذا قد يعكس مخاوفك الداخلية من مستقبل غامض، أو خوفك من اتخاذ قرار مهم نتائجه غير معروفة. الدخول في أمر غير مناسب ممكن يدل على إنك على وشك الدخول في مشروع أو علاقة أو التزام ما بدون ما تدرسينه عدل، أو إن في أحد يضغط عليك لفعل شيء ما تبينه، مثل الزواج بالإكراه في الحلم. للمتزوجة، إذا المرأة المتزوجة حلمت بها الحلم وكانت حزينة أو خايفة، ممكن يدل على عدم الرضا في علاقتها الحالية، أو وجود تحديات أو أسرار تؤثر على حياتها الزوجية، أو حتى فرصة جديدة مثل وظيفة تجلب معها تغييرات قد تكون مقلقة وبعيد عن التفسيرات الروحانية. علم النفس يقول إن هذا الحلم له دلالات نفسية عميقة. الزواج يرمز للاتحاد والاندماج، فالزواج من شخص مجهول قد يعكس رغبة في التغيير، رغبتك الدفينة في تغيير جانب من حياتك أو شخصيتك. اكتشاف الذات. الشخص المجهول قد يمثل جزءاً من نفسك لسه ما اكتشفتيه أو ما تقبلتيه. الخوف أو الشوق للارتباط يعتمد على مشاعرك في الحلم، وطبعاً حالتك الاجتماعية تلعب دور. تفسير الحلم للعزباء يختلف عن المتزوجة، ويختلف عن المطلقة أو الأرملة. المهم هو الربط بين ظروفك الحالية ومشاعرك داخل الحلم. في النهاية، حلم الزواج من شخص مجهول هو رسالة قوية من العقل الباطن، قد تكون بشارة ببدايات جديدة وفرص حلوة، أو تحذيراً للتأني وإعادة التفكير، أو دعوة لاكتشاف ذاتك بشكل أعمق. لا تخافين من الحلم، بل حاولي تتأملين في حياتك ومشاعرك. شوفي شنو الأشياء الجديدة أو المجهولة اللي قاعدة تواجهينها. هل أنت مقبلة على قرار مهم؟ شاركيني في التعليقات تحت. هل حلمت بهذا الحلم من قبل؟ وشنو كان إحساسك؟ تجاربكم تهمنا وتثري النقاش. وإذا عجبك الفيديو وحسيتي إنك استفدتي، لا تنسين اللايك والاشتراك في قناة رسائل المنام.